خرج سيمو لايف ورانا واحد خونا دخل انكا في النهار كتلقاني مشيت انا كنتعلم الاي كوميرس. خرج المقاول بودكاست مع واحد السيد اللي كيدير الفريلانس قال بانه دخل 100 كا في الشهر. كتلقاني مشيت انا كنقلب في فريبيك وابورك وخمسات وكتلقاني مشيت انا كنتعلم داكشي. خرج عشاني المقاول في واحد البودكاست اخر كيدوي واحد السيد اللي هو محمد الصفراوي كيدوي على البلوغين. كتلقاني مشيت انا كنتعلم في البلوغين. كتسمع قال لك واحد الدري يلاه بدا معاهم 3 شهور دخل فيها شي 102 كا ولا المهم شي لعيبه بحال هكا شي 102 كا في الشهر. 102 شو ما شاء الله. لقانيت انا مشيت كنتعلم في البلوغين. دخلت الانستغرام كنلقى واحد السيد اللي نسيت على سميتو كيدوي على التريدينغ. دخل 7 كا في شي ساعه. تلقاني مشيت كنقلب على التريدينغ يوتيوب الدورات صافي. بقيت بحال هكا كنتلاح من المجال اخر وتلقاني غادي حتى لقيت راسي دازت عامين والهدف ديالي كان هو ندخل فلوس. ما دخلش حتى درهم، دخلت $20 في عامين. كتلقاني كتلاح من مجال لمجال. في هاد 6 شهور الاخرى ملي فوكيسيت على مجال واحد لقيت بان كاين واحد التطور كبير في 6 شهور. المدخول بدا كيطلع بشويه المينطال هيلث ديالي ولا حتى هو كيتحسن بشويه ولقيت راسي فرحان اكثر في هذا المجال. هذا الفيديو هذا غادي نشارك معاك اشنو خصك دير باش تدخل اكثر، لان شنو هو الهم ديالك هو تشد واحد المجال وشنو هو اللي كيحركك باش تمشي من مجال لمجال هو الفلوس. كتشوف شي واحد دخل شي نمبر من هذا المجال كتسمح في المجال ديالك لانك باقي ما دخلتي منه والو وكتمشي للمجال الاخر وكتبقى غادي بحال هكا. كتسمع عاوتاني الاخر كيدوي على الريسكين دخل 10 كا في النهار كتلقى عاوتاني راسك طلق شي من داكشي اللي شاد فيه وتلقى راسك عاوتاني مشيتي كتعلم في الريسك. ففي هذا الفيديو هذا خليك معايا حتى الاخر. غادي نشرح ليك وغادي نوريك ونعطيك خطوات عمليه الا تبعتيهم غادي تشد في واحد المجال وتولي تدخل منه نقولوا مئات ولا الالاف ديال الدولارات مع الوقت. اول خطوه خصك دير هي تشوف المجالات اللي كاينين كاملين. تشوف الريسكين، تشوف البلوغين، تشوف الفريلانس، الاي كوميرس، تشوف تريدينغ. شوف المجالات اللي كاينين كاملين وشوف انت قول شنو هو المجالات اللي كاينين في هاد المجالات كاملين اللي غادي نقدر نخدم فيه 12 14 ساعه وانا خدام بخير. فهمتي؟ غادي تكون انت مرتاح وانت خدام. فملي غادي تشوف هذاك المجال اللي عاجبك غادي تعض فيه ديال بصح. غادي ترمي المجالات الاخرين. والنصيحه اللي غادي نعطيك وخصك تطبقها هي انك ملي تختار داك المجال ما تفولو حتى شي واحد من المجالات الاخرين. بحال مثلا تعلمتي شديتي مثلا نقولوا حنا الريسكين خصك تمشي تفولوي الناس ديال الريسكين بوحدهم. يعني اي واحد كيدير تريدينغ الاي كوميرس ولا اي حاجه كيديرها ما تفولويهش وما تتبعوش، لانه الا دوال غادي يخرج لك في ستوري غادي يقول لك انا دخلت انكا اليوم وانت مازال ما دخلتي والو في داك المجال حيت انت باقي يلاه كتعلم. غادي تطلق من المجال ديالك وغادي تتبعو. فالنصيحه اللي غنعطيك في هذه اللقطه هذه ملي تختار المجال ديالك تبع الناس ديال داك المجال بوحدو، ما تمشيش تتبع لي شي ناس اخرين اللي كيديروا مجالات اخرين. ثاني حاجه خصك دير هي تمشي تقلب على دورات. تشوف دورات اللي كاينين فابور ولا فلوس. كاينه يوديمي، كاينين بزاف. كاينه كورس.com، كاين يوتيوب فيه كلشي. دابا المعلومه ولات رخيصه ولا فابور ولا شي ما مشيتي كتلقى المعلومه كاينه موجوده في اي بلاصه. كتمشي كتلقى المعلومه ولات رخيصه في هذا الوقت هذا. شنو خصك دير هو تمشي تقلب على دورات كتوبه اي حاجه عندها علاقه مع داك المجال اللي انت شديتي وبغيتي تتعلم وتحاول تفهم كيفاش خدام كيفاش كيميكي الفلوس داك المجال. شنو خصك دير، شنو هما المهارات اللي خصك تتعلم في داك المجال. خصك تمشي تقلب على داك المجال كيفاش كيخدم كيفاش كيدخل فلوس وتشوف الناس اللي كيديروا داك المجال وتحاول تتبعهم وتستافد منهم. ثالث خطوه خصك دير هي انك طبق داكشي اللي تعلمتي. من مورا عندك واحد الشهر ولا شهرين ولا 3 شهور ديال انت متبع الناس وتتعلم. مورا 3 شهور غتكون زعما بخير عرفتي بزاف ديال الحوايج اللي يخليوك تقدر تبدا في ديك المجال. شنو غادي دير؟ خصك تبدا تطبق تمارس داكشي اللي تعلمتي. نقولوا مثلا تعلمتي الاي كوميرس، مثلا اختاريتي المجال ديالك هو الاي كوميرس وصافي خصك تبدا تطبق مورا واحد 3 شهور ولا شهرين ديال التعلم. كيفاش غتبدا تطبق؟ هذيك الساعه غادي تبدا تشوف تقاد لاندينغ بيج تمشي تعلم. الا كنتي تعلمتي الديزاين لانه الديزاين والايديتينغ والماركتينغ غينفعوك بزاف في الاي كوميرس لانهم هما الاساس ديال الاي كوميرس والميديا باينغ حتى هو. هذيك الساعه شنو خصك تمشي تطبق بلا فلوس. تمشي تقاد ستور كيتقاد $1 ماشي فلوس. دولار راه شي حاجه. تمشي تقاد ستور $1 تحاول تقاد ستور ديزاين ديالو يكون مزيان. تحاول تقاد لاندينغ بيج تشوف لاندينغ بيج كيفاش كيخدم. هادشي راه غتعلمو فابور ما تحتاجش فلوس باش تعلم هادشي. تبدا تطبق دير واحد شهر اولا شهرين ديال انت كل نهار كتفيق كتقاد ستور كتقاد كرياتيف. كتمشي تقرا على الماركتينغ لان الماركتينغ واحد العنصر مهم في الاي كوميرس لانه الاقناع هي اهم حاجه في الاي كوميرس. خصك تقنع الناس وهذا الاقناع
غادي ينفعك في حياتك كامله ماشي غير في الاي كوميرس. تمشي تعلم جميع المهارات اللي خصك تتعلم في داك المجال اللي اختاريتي وطبق. كما قلت لك اهم حاجه باش ترسخ المعلومه في دماغك هي طبق داكشي اللي تعلمتي. من مورا هادشي كتجي رابع خطوه واهم خطوه كتبان ليا، اللي هي انك ملي كتلقى راسك طبقتي وليتي فاهم بزاف الحوايج، وليتي عارف كيفاش تقاد لاندينغ بيج، كيفاش تقاد كرياتيف، كيفاش تقنع الناس، كيفاش تكري كومبين، كيفاش بزاف ديال الحوايج في داك المجال. ماشي بالضبط انا كندوي على كوميرس لانه خديناه هو كمثال. الا زعما اي مهاره تمشي تعلم الاساسيات، وملي كتلقى راسك راك بخير عارف بزاف د الحوايج في داك المجال، ديك الساعه كتجي رابع خطوه وهي اهم خطوه، هي انك تبدا تنقص من المشتتات. بحال مثلا عندك الانستغرام اش حيدو ولا غادي تنقص منه، نقولوا دير واحد الساعه في السيمانه هي اللي كتستخدم فيها الانستغرام، لان من بعد ما تعلمتي هادشي كامل خصك التركيز، لان التركيز وهي واحد الحاجه مهمه هي اللي غادي تخليك تريح واحد 4 ولا 5 ولا 6 سوايع في النهار اللي شاد البيسي ديالك وفوكيس على داك المجال اللي انت اختاريتي. لان باش ميكي فلوس خصك تركيز وتريح فوكيس 100% 200% مركز في داكشي اللي انت كدير. فاهم حاجه استفدت انا في هاد 6 شهور الاخرى واللي خلاتني نقروي مزيان في المجال اللي اختاريت اللي هو الاي كوميرس، هي في هاد 6 شهور الاخرى كنستعمل الانستغرام ساعه في السيمانه وبعد المرات قل. فالا تبعتي هاد الخطوات اللي شرحت لك في هاد الفيديو انا كنضمن لك بانه من مورا واحد العام وانت شاد في واحد المجال وكتعلم فيه وكتطبق فيه، واحد العام تلقى راسك كتدخل منه واحد الشهريه مزيانه وخدام بخير. ولكن ضروري تطبق هادشي اللي شرحت لك، لان لما طبقتيش راك تلقى شوف شنو هو الخطوات اللي شرحت لك، راه لوجيك ديال لوجيك. يعني غادي تمشي غادي تختار واحد المجال وما تبقاش تنقز من مجال لمجال. من الاول انت غادي تشوف المجالات كاملين وتقول هذا هو اللي بغيت، هذا هو اللي غادي نرتاح فيه، غتعض في داك المجال وغادي تكمل فيه. ومن مورا واحد عام ونص تلقى راسك عام ونص كاع الا طولتي تلقى راسك كتميكي وغتبدا تكروي شهر على شهر. لان كما كتشوفوا الاونلاين راه ماشي فيكس، ماشي مثلا اليوم دخلتي $1000 هاد الشهر هذا مثلا دخلتي $1000 راه مستحيل وانت خدام وانت كتعلم شهر على شهر الشهر الجاي تدخل $1000 مستحيل. هذه ديما كتطلع واخا واحد النسبه قليله، ولكن المهم راك ديما طالع. يعني دخلتي هاد الشهر 1000 وانت بقيتي كتعلم وكل نهار كتطبق راه ما غتبقاش 1000، راه غتزيد مع الوقت تولي 1100 1200 شويه 2000 شويه 3000 شويه 10000 وانت غادي وكتقرو. ولكن بشرط هو انك تفوكسي في ديك المجال. يعني واخا تسمع دولك واحد خونا في الفريلانس قالك دخلت هاد الشهر 100k ما تمشيش للفريلانس، خليك في الاي كوميرس. مورا واحد 10 سنين تلقى راسك حتى انت ولات عندك 100k، شي حاجه ايزي غتدخلها في الشهر ديالك. فهذا ما كان في هذا الفيديو. شكرا لك حيت درتي لايك، شكرا لك حيت مسبسكرايبي الشانل. هذا ما كان ان شاء الله.